تعرف ان الكفيف بيستخدم اللابتوب زيك واسرع منك كمان؟ تعال اوريك ازاي. بس الاول انا محمود الجوكر، وده الفيديو الثالث من سلسله فيديوهات بلايند تريكس. طبعا انت عشان تستخدم اللاب بيكون قدامك الايكونز بتاعت الابلكيشنز، واي حاجه انت عايزها بتتحرك بالماوس وبتروح عليها وبتدوس وبتدخل. انا زيك كده بالظبط. بس الفرق والتركايه هنا ان انا عندي سكرين ريدر اسمه NVDA بسطبه على اللاب او على الكمبيوتر، وهو بينطق كل حاجه انت شايفها. يعني كل اللي انت شايفه بعينك ده بيتنطق لي. بص كده: فايرفوكس، جوجل كروم، ديس بي سي، اي حاجه قدامك انت شايفها بتتنطق لي انا عشان خاطر اقدر ادخل عليها. تاني تريكايه بقى ان انا اصلا ما بستخدمش الماوس. يعني انا كل استخداماتي على اللاب بتبقى عن طريق الكيبورد، كلها اختصارات وكلها حاجات، وعلى فكره دي بتبقى اسرع من الماوس بكتير. يعني انا ممكن اتنقل مثلا بالت وتاب ما بين الابلكيشن، ممكن مثلا ادوس ويندوز ودي وبعد كده اخرج خالص، فاللي هو كل حاجه باختصارات، فبتبقى اسرع بكتير جدا من الماوس. وحتى في الكتابه انا ممكن اكتب اسرع منك جدا على فكره. يعني تعالى مثلا نفتح مايكروسوفت وورد كده. بص، من غير ما ابص ومن غير ما اي حاجه، انا بحط ايدي هنا فبلاقي حرف الب وحرف الت او حرف الاف والجي تقريبا، فاللي هو هم دولت عليهم علامه بارزه. فاول ما احط ايدي كده هم دول مركز التحكم بتاع الكمبيوتر في الكتابه. طبعا لازم تكتب بصوابعك ال10 او ال8، مش زيك بقى اقعد اكتب لك بصباع وابص وابص واعمل كده وبتاع، لا خالص يا باشا. تعالى مثلا اكتب لكم جمله دلوقتي. فهمتوا؟ على طول يا باشا. لو التريكات دي عجبتكم ما تنسوش اللايك، ولو عايزين تريكات من دي كتير ما تنسوش الفولو، وقولوا لي عايزين ايه في الكومنتس.